محافظة المثنى من تكرار هجمات الضباع خلال الليل ومحاولة افتراس الأطفال والمواشي ومهاجمة المارة. وسجلت قرية سيد إبراهيم في القضاء حالة وفاة واحدة وإصابة العشرات جراء هجوم الضباع خلال الليل، فيما تؤكد الشرطة المحلية نشر قوات إضافية لاحتواء التهديد. حسين الخزعلي والتفاصيل. ينشر الليل بطبيعته أجواء السكينة والهدوء عند حلوله في أغلب الأماكن، إلا إنه في قضاء الرميثة ينشر الخوف والرعب بين أبناء القضاء وتحديدا سكنة قرية سيد إبراهيم. فمع حلول الليل تتعرض القرية لهجوم مجموعة من الحيوانات المفترسة والغريبة التي قتلت لحد الآن أحد المواطنين وأصابت عددا آخر منهم. أبناء القرية أوضحوا أن ما ضاعف خوفهم هو أن الدوائر الصحية لم تفسر الإصابات ولم تحدد فصيلة هذه الحيوانات التي بدأت تنشر الرعب أيضا بين أبناء مركز القضاء. جانا من ما نعرف والله منين جانا، ما نعرف من ياكل رجال. صوب لنا 3 بليله واحده عندنا مره وطفل وزلمه، الزلمه اخذ له مده ومات، وثاني ليله جانا عارك تكرم وين شلاب مالتنا وسمعناه وقمنا نسعى عليه ضربته، تعارك وين جبايشنا. جانا حيوان بالليل الساعه 10 من الليل، عندنا 3 ابني واخوي وابن عمي توفى فاضل حسن عبد راح رحمه الله اثر العضه، وبقوا عندنا ذولا هسه ذولا الثلاثه ما نعرف عنهم شيء، حتى لا يصير بهم مرض ما نعرف عنها شيء. عضه اتصالت برجله، اخذناه المستشفى الرميثه، دخلناه مستشفى، اخذوا له تحاليل، ما حد عرف المرض ماله نهائيا، قالوا هذا الحيوان غريب هذا. ورد اتصال من احد المواطنين من قريه سيد ابراهيم. وبعد ازدياد حالة الهلع بين المواطنين بادرت مديرية شرطة القضاء بتشكيل قوة خاصة ونشرها في القرية، حيث تمكنت من قتل عدد منها وإرسالها لدائرة البيطرة التي أوضحت أن هذه الحيوانات تنتمي لفصيلة الضباع. على ضوء المعلومات اللي وردت لنا من المواطنين تم تشكيل قوة من مديرية شرطة قضاء الرميثة، وتم قتل 3 من هذه الحيوانات، وتم إحالته لمديرية البيطرة في قضاء الرميثة. وبعد تمساح الديوانية وأفعى الناصرية تأتي ضباع الرميثة اليوم لتشير وبحسب المواطنين إلى أن محافظات البلاد ربما تمتلك بعضا من صفات الأدغال، ما يجعلها بيئة مناسبة لحياة مثل هذه الحيوانات. من قضاء الرميثة بالمثنى، حسين الخزعلي، الشرقية نيوز. والآن إلى عنف البشر ضد البشر، حيث حذر باحثون في النجف من تفاقم ظاهرة